عادي ولا هتعدي اي تاني حاجه. يوم جاتش عدي النهارده. تاني لا رسايل ايه؟ كانت بتبعت رسايل ما بردش، اتصلي بيا. تراك تراك يابا، صوتي حلو وجميل غريبه. تبين حته من البوكس. طيب مالك في ايه يا اسطى؟ الحمد مش لله كده؟ الحمد لله. أنا تمام. زي الفل. طب انا ايه كل كام بدور على مره الحلقه. انا لسه كاتب الحلقه، مش بدور على مش لاقي. بدور على مش لاقي. طب بدايه مبشره، بدايه مبشره. ايوه خلاص. ماشي ايه الاخبار يا ميس؟ الحمد لله كله تمام. زي الفل يا ريس. اخيرا بدانا البودكاست. حياة بائسة بين اتنين أصدقاء بيحاولوا يعملوا بودكاست من 3 سنين. حياة بائسة بجد بمعنى الكلمة، يعني أنا مش فاهم. وده كسل ولا قلة خبرة ولا إيه بالظبط؟ أنا مش فاهم. ده يعني أنت إيه مش عارف يعني، بجد إيه مش عارف. إحساسك إن إحنا الحمد لله وبعد يعني عارف. البروفات، بعد الليلة اللي إحنا عملناها ديت كلها، إحنا ديت يعتبر ديت كام مرة كده نسجل فيها؟ احنا بالظبط مسجلين 9 مرات. 3 مرات دي كانت 9 مرات. بروفات يعتبر. تسع بروفات. 9 بروفات، ما فيش واحدة مم. فيهم شبه التانية. ما بالظبط. احنا كل مره عمالين بنجدد في حاجات. يعني احنا عمالين بنغير مثلا في الصوره، في مش عارف في ايه، في الانترو، في الكلام، يا رب في بس، طريقه القعده يا بتاعتنا. رب بس يا نثبت رب على نوصل على الستايل ده على يا رب الاخر ما يا نعيدش رب. تاني. اه يعني فاهمني ماشي. آه... طيب خلينا نبدا خلينا الحلقه. نبدأ خلينا نبدأ. مم. معاك شيك كله تمام. جاهز. انا زي الفل. اه يلا يابا بينا. تعالى تعالى طيب، تعالى. توبيك النهارده يا معلم عن مم. حلاوة أيام زمان. اه ريحه ايام زمان كده بقى جميله. ايوه. حلاوتها سلام. ولعبها وروقانها. لعبها وشوقتها. انا حاسس الشقاوه انا بتاعت حاسس ايام. ان يعني حاسس ان الدنيا ايام زمان كانت ماشيه. عارف انت؟ هدوء. جينا اه احنا اه كبرنا بقى، الدنيا ركبت ريس وشغل. آه، بمناسبة الموضوع دوت. مم. تمام. خلينا كده اقول لك على حاجة تفصيلة كده صغيرة. آه مش عارف انت تحسها ولا لا. عربيات الفول مثلا، كنا دايما بنحب قعدة عربيات الفول واكلة عربيات الفول اه يس. في اي وقت. بس دلوقتي ما بقاش زي زمان. القعدة على العربية او الوقفة على العربية وبناكل منها، لا كانت زمان حاجة ودلوقتي ما بقاش لينا نفس ان احنا نعملها غالبا او حاجة زي كده، مش عارف. دلوقتي انت لو رحت جبت طلب من عربيه فول بتدفع اللي كنت بتدفعه في ماك زمان. مثلا اه ده فاهم. بجد على فكرة، ده اه ده فعلا حقيقي. رقم. ده رقم. حقيقي. يعني انا كنت بنزل الصبح الساعه 5 الفجر، اصلي الفجر، إمم، واطلع على عربيه الفول اجيب فطار واجيب عيش واطلع. إمم. فاهم؟ واحنا بنتكلم كده كنت بدفع كام؟ بالكتير قوي. يعني كنت بدفع 10 جنيه. فاهم؟ اللي هو ب5 جنيه عيش و10 ترغفة وكيس الفول واطلع. والمشكلة برضه على فكرة اللي يجننك ان احنا كده مش بنتكلم في ايام زمان، يعني احنا بنتكلم كده مثلا إمم. من 8 سنين ولا 7 سنين. من 8 سنين أو يا عم 10 سنين فاهمني؟ اه مثلًا فاهم. 10 سنين، فاللي هو برضك مش من بعيد أوي يعني. لا بس الدنيا بس اتغيرت جامد. معلش. الدنيا اتغيرت جامد قوي. حرفيا. ده حقيقي، ده حقيقي. فاهم؟ بس اللي هو ايه، بنحاول نتعايش. فاهم قصدي؟ آآ طيب، قُل لي أنت إيه، يعني تعالَ نرجع شوية عن إمم. عن من 8 سنين، نرجع مثلًا لبداية الألفينات. بداية الألفينات، أنت أكبر منّي فممكن تكون خدت أواخر التسعينات. فاهم؟ لأ أنا بالضبط 2000 بالضبط، عارف أنت اللي هو أنا اللي فتحت 2000 يعني أنت أكبر فاهمني؟ منّي بسنة يعني مش كتير. طب ماشي بالضبط أنا فاكر، أنا فاكرك أكبر منّي بأكتر من كده، تخيل. شوف إحنا لا، عارفين لا، بعض لا، لا، قد إيه، لا. أنا فاكرك أكبر إيه منّي ب3، يا 4 نهار سنين. أزرق! 3، 4 ماشي. سنين يا فايز! والله. طب يا فايز نبقى نقطعها من ماشي. بقى أنت ما تعرفنيش يا فايز. يا نهار أزرق! ماشي. اثبتي بقى على المروحة اللي عمّالة تطير دي. مش شايف. آه. تمام. مش شايف.
آه، قول لي انت كده مثلا ايه. يعني انا شايف ان جيلنا مثلا إمم، من 2000 ل 2004 2005 في الرينج ده، مثلًا. آه، خد اواخر التسعينات. يعني فاهم، اللي هو خد حاجات منهم بسيطة جدا جات من وكبر بيها. فاللي هو ده حقيقي. مش شايف نفسه من الجينزي، فاهم. لا، 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 ده بالعكس على فكرة إحنا أكتر جيل ممكن يتقال إن إحنا Gen Z، هو بس هو بيتقال إحنا بس مش احنا مش شايفين حاسين ده، فعلًا احنا مش حاسين نفسنا. بده. إحنا على فكرة أول ما بنعدّي مثلًا 25 سَنة، 26 سَنة، إحنا كده أخيرًا بقينا برّه Gen Z. مم. تمام، مع إن إحنا أصلًا لسه Gen Z، أنت لسه انت Gen Z لسه جينزي حضرتك، بس انت مش عارف تصدق ان انت جينزي. فاهمني؟ بس يعني أنت فاهم. أنت انا أنت بالنسبة لي جينزي العيال اللي كلهم عاملين قصة شعر واحدة دي، عارفة. أو اللي هم اه مثلًا لسه أطفال، اه العيال اللي وفي أطفال بيلبسوا جدًا. اوفر سايز اوفر قوي. العيال دي هي دول بالنسبة لي جينزي. بُص، أنا ممكن ما أقدرش أفتي لك في الموضوع دوّة الصراحة، عشان أنا ما باحبش أقول مثلًا حاجة أنا فعلًا ما أعرفهاش. أنا الصراحة ما أعرفش إيه Gen Z ده بجد فعلًا، أنا ما أعرفش فعلًا مين هم الGen Z. بص يا معلم، الجينزي ما دول قريتش ما قريتش ولا حبيت أقرا ولا متابع أصلًا مين الGen Z ولا عايز أعرفهم، فاهمني؟ الجينزي دول عشان يا كل معلم الكلام عليهم toxic. العيال اللي طلعوا مع بس الماتشا، عارف. هم 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 الشعب الوسط. هو ده. هي الفئة العمرية المنيلة دي. يعني أنا واحد اشتغل في المجال ده قبل كده وما أعرفش بيشربوا البتاع دي إزاي. أنا بالنسبة لي دي نجيلة. يعني لا، ريحتها صعبة حتى قبل ما تتعمل. يا نهار أزرق! يعني يعني ريحتها ده أنا كويس صعبة وهي ماتشا وطعمها وحش وهي شاي أخضر. أنا كويس فيعني ما أعرفهمش. ده المهم بجد أنا نرجع كويس أنا لموضوعنا، نرجع لموضوعنا. الموضوع ده سيبك مش من يرجع لموضوعنا تاني. تمام. ف خليني أسألك كده، إيه اللي أنت كنت بتحبه في طفولتك أو في أيام زمان؟ في طفولتي أو قبل أيام زمان، لأ أنا ما بجد فيها فعلًا حاجات كتير أوي ممكن كنت أحبها. يعني أنا بالنسبة لي أنا نِفْسي أرجع تاني طفل لسبب واحد بس، اهم. إن أنا ما تبقاش عندي ضغط. ما كانش عندنا ضغط، ما كانش في لأ أنت لازم تعمل كذا، وتعمل كذا، وتعمل كذا. كنا الدنيا أبسط من كده بكتير، ما كانش في اللي هو الهموم اللي كانت عندنا. تمام، مش عشان خاطر السِن كِبِر أو كده، فاهم قصدي؟ يعني يمكن أمّا الناس ممكن تقول لك مثلًا إيه، ده أنت بس عشان خاطر كبرت فأنت لازم تشيل مسؤولية وبتاع. لأ مش ده قصدي، مش ده قصدي خالص. قصدي خالص إن أنا أبقى بالعب مثلًا وأنا مرتاح، فاهمني؟ مش خايف مثلًا إن في حاجة بتحصل مثلًا في البلد، مش خايف مثلًا إن يحصل خطف ليّا. إمم. تمام؟ ده كان زمان في حاجات كتير أوي، يعني كنا بننزل حتى في الشارع. تمام، وعلى فكرة أنا من النوع اللي ما بانزلش الشارع كتير. تمام، يعني أنا مش بتاع الشارع. اهم. إيه الجملة دي؟ يعني أنا هاحكي لك لأ أنا فعلًا مش بتاع شارع، أنا مش بتاع شارع اللي هو يعني إيه، لعب في الشارع كتير. بيتوتي تمام، يعني، ماشي. أنا باحب البيت، فاهمني؟ ممكن أقعد ألعب أي حاجة في البيت حرفيًا، ألعب إمم. كورة، ألعب أي حاجة حرفيًا في البيت. حتى سواقة العَجَل صدّقني كان في عندنا عَجَلة كبيرة، عارف أنت العَجَلة اللي هي بتاعة اسمها إيه، بتاعة الأنابيب، بتاعة زمان ديّة، أنا فاهمني؟ عارف العجلة دي. لسه آه. لسه لحد دلوقتي موجودة عندنا، بس مش بتاعة أنابيب، غيّرنا بقى شكلها وعملت لها design جدًا. فلأ، سواقة العَجَل حتى كمان أنا برضك باحبها. دي كانت زمان كانت سواقة العَجَل، كنت بتنزل حتى بالعَجَل، فاهمني؟ ما فيش حد مثلًا يقول لك أنت بتعمل إيه، ما فيش عين عليك أوي. تمام، دلوقتي اهم. بقت العين عليك علشان بقت الناس أغلبيتها بقت سواقة عَجَل، اهم. فاهمني؟ بس، فكانت زمان كانت الدنيا كلّها لأ، في حاجات كتير أوي متغيّرة. كانت الدنيا ألذ بصراحة.
الدنيا ألذ جدا، ألذ الدنيا جدا. لا. بس انا بالنسبه لي يعني لو هتقول لي لك ايام إيه زمان، مثلا؟ سيبك من اللعب والكلام ده اكيد وحشني. ده اكيد وحشني كله بمشتملاته مم. بكل وحشني. بس ما وحشتنيش المدرسه ده واحد. انا ما كنتش بحبها بصراحه، بحب المدرسه لا، خالص. أنا وحشني مدرسة معينة كانت في المدرسة الصراحة. اشمعنى؟ كانت كويسة جدا في الشرح بتاعها بتاع الإنجليزي، بس مش أكتر. لا انا بالنسبه لي مش مدرسين اللي وحشوني. في مدرسين ممكن اقول لك وحشوني، لان كان بيني وبينهم علاقه شخصيه اكتر من مدرس وطالب. مم. مم. آه بس بس لا، المدرسه انا بالنسبه لي ما كنتش بحبها. انا ما كنتش بحب اروح المدرسه، كنت بروح عشان صحابي، لكن غير كده ما كنتش يعني ايه فكره ان المدرس يجي يدرسك وانت مجبر تقعد تسمع ومجبر تنجح؟ الموضوع مش ده، انا أيوة. ما اخترتش ابقى هنا. ما اعرفش، بحب. تعرف، أنا عيلتي ما تعرفش النقطة ديت مثلا. حاجة كده عملتها وأنا صغير، عملت فاهمني؟ ايه؟ هربت من المدرسة. طب صدق اقول لك، على بمناسبه ان انت قلت كده، والله بمناسبه ان انت قلت الموضوع ده، يعني انا امي عرفت ان انا زوغت قبل كده بعد ما سافرت، يعني بعد ما سافرت ب6 سنين ولا حاجه. كنت بكلمها بالتليفون وقعت بلساني، يا ريتني كنت قاصد ان انا اقول لها. أيوه، يا ريتك كنت قاصد. لا، لا، لأ، هم هيعرفوا حرفيًا من هنا. واللي هم يجننك يعرفوا ايه من بقى؟ اللي يجننك ايه؟ احنا زوغنا ورحنا قعدنا على القهوه، وعاملين بقى آه. صيع 5 جايبين شيشه واحده بيخمسوا فيها، معناش فلوس مفيش حاجه خالص، احنا مزوغين لمجرد التزويغ. فاهم؟ والله. وقاعدين ويجننك ايه بقى؟ احنا نلاقي مدرس يعرفنا إمم. داخل جايبنا من قفانا في وسط القهوه. يا ابن اللعيبة! لا، ده ومعدي إيه ده؟ بالصدفه، يعني هو واخد اجازه من المدرسه طالع لنا احنا في القهوه. ده أنت جاي لنا بقى، ده أنت جاي لنا اه بقى. والله، وراح مكلم اولياء امورنا كلنا ومش عارف ايه، فبقينا نزوغ لأ، من ده أنا الدروس بقى مش من المدرسه. أنا بازوّغ. أنا زوّغت حرفيًا بس عشان خاطر أروح ألعب كورة. كنت باعشق حاجة اسمها كورة، انا كنت بروح البلاي حرفيًا. ستيشن بصراحه. لأ، أنا يا إما أزوّغ عشان خاطر لعب كورة، يا إما أزوّغ عشان أروّح، بس. لا انا كنت ف بروح البلاي ستيشن بس بصراحه. مش أكتر يعني. كنت بروح البلاي إن شاء الله ستيشن. إحنا جيل فاسد أوي. ده حقيقي. إحنا إحنا عادي إن إحنا نقول الكلام ده أصلًا. يعني محدش هيعد ورانا. ما حدش هيعِد، صح. عادي عادي. احنا آآ المفروض ان احنا كبرنا، المفروض بيقولوا. المفروض يعني، بس هُم لحد دلوقتي مش مقتنعين إن إحنا كبرنا، ده فاهمني؟ ده في كل بيت عارف. دي الاهالي إمم. الطبيعية. هو ده الجيل اللي هو اتربى، اللي هو انت ايه، ابنك هيفضل صغير مهما كده. فاهم؟ فاللي هو هم ماشيين بالمنطق ده، معرفش ليه بس هم ماشيين بالمنطق. إمم. سيبوا اهالينا برضو ما ينفعش ايه. سيبوا. أهالينا تبعنا، تبعنا، تبعنا. يعني اللي هو ايه، المفروض نكسب فيهم ثواب يعني. فاهم قصدي؟ نعمل ناس اخرتنا. تبعنا، تبعنا وإيه وحبايب حبايب. طب خلّينا كده ماشي. بما إننا دخلنا في حتّة الأهالي وكده، إمم. خلّيني أسألك سؤال كده. إيه أكتر حاجة كانت الأهالي بتعملها أو بتسمعها في المدارس أو بيقولوها لك ما كانتش إمم. بتخُش دماغك أصلًا، ما كنتش ما كانتش بتقتنع بيها؟ بتخش دماغي. آه. لأ تصدق مش عارف. ده بجد فعلًا مش عارف. خلّيني أساعدك كده أقول لك يمكن حاجة. يم يمكن أنا ليه هاقول لك إيه؟ أنا مش عارف. يمكن مثلًا عشان خاطر إحنا لمّا كبرنا دلوقتي ما بقيناش عارفين، تمام، إن هُم فعلًا كانوا بيتكلموا في الصح، فإحنا مش قادرين نحدد هُم لا، إيه لا، لا، دلوقتي، لا، فاهمني؟ لا، مش كُلّه بصراحة، كُلّه بصراحة. لأ، أنا بالنسبة لي في لأ، حاجات كتير أوي أغلبيتها، بس أنا فعلًا مش فاكر ممكن الحاجة. طب خلّيني طب أقول لك. ماشي، ادّي hint يعني كده الحاجة. مثلًا من من الفتية أو الحكمة والّا ما أعرفش إيه، واتسحلت معاها أنا كتير أوي وأنا صغير ولحد دلوقتي مش لاقي لها حاجة. فاهم؟ حتة الشبشب آه، المقلوب دي مثلًا. مثلًا فاهم؟ دي أنا آه، مش مقتنع ليه. مش مقتنع ليه؟ فاهم؟ وحتى أنا سألت أمي يعني إمم. ليه؟ هي نفسها مش عارفة.
قالت عارف انت لك اللي هي قالت حاجات لك بتتوارث كده واحنا بنسمعها والمفروض نعديها، المفروض نمشي وراها. انا مش فاهم. لأ، أنا اللي أنا اتسحلت فيها بجد تمام، كانت بتاعة حوار السِنة، إن أنا أحطها تحت المخدة والجنية هتيجي تغيّرها لي بفلوس، أو أرميها وخدي سِنّة الجاموسة انا وهاتي كنت سِنّة العروسة انا فاهمني؟ كنت برميها، ما حطيتهاش تحت المخدة بصراحة. لا، ده لا، لأ، بيزنس أنا ده في يا جزء ده كده دي في ماركتنج بلان دي نحطها تحت البتاع بالضبط وتيجي تاخدها وتدي لك فلوس. طب وكنت فاهمني؟ بتصحى تلاقي فلأ، فلوس ولا كنت لأ خالص، خالص بتلاقي كنت نفس بالاقي السن؟ عادي اه بتلاقي السن ده. نفس المنديل عادي ولا أي هتعدي تاني حاجة، يوم، هتعدي هي ما جاتش عدّي تاني يوم النهارده. النهارده فاهمني؟ قال لك أو مثلًا إيه مثلًا، لأ فعلًا كانت بجد فعلًا خدي سِنّة الجاموسة وهاتي سِنّة العروسة اه انا الخ كنت يعني بعمل الموضوع ده بس فاللي عملته في هو سنتين ليه، بس. ليه، عملته في سنتين بس ليه، بعد كده ما اقتنعتش بصراحة. ليه أعملها، ليه أقول على نفسي جاموسة ف ليه أصلًا اه والله ما فاهمني؟ اعرفش، ما اعرفش يعني ف كانوا بيشتمونا من غير ما طيب نعرف تقريبا. بمناسبة الأهل امم آآ، عندي ليك سؤال، إيه ممكن مثلًا الأكلات تمام، اللي كنت بتحبها من عيلتك، سواء مثلًا جدتك، جدك مثلًا لو هو بيطبخ أو كده، أبوك، أمك، لو أختك مثلًا برضك بتطبخ كده يعني، سد فاهمني؟ الحنك. نمسكهم سد الحنك أنا ما أعرفوش ولا دُقته. طب خليني اقول لك، بس هو ده حرفيا ديزرت او حلويات آه، بتتعمل من غير اي حاجه. إيه ده؟ تمام اه والله. إزاي يعني؟ هو بالظبط، هو بالظبط زبده ودقيق إمم، وميه بسكر بس. هو سد الحنك علشان بيكتم، هو هو حرفيًا كده بيكتم، انت بتاكل عجينه. هو بيكتم حرفيًا كده بس انا كنت بعشقه، انا كنت بعشقه، واحسن حد كان بيعمله كانت جدتي الله يرحمها. إمم، كانت الله بص، يرحمها. لا كانت فنانه برضه، ما احنا مش فنانين، مش جرافيك ديزاينرز من على الفاضي. ما هي ما هي جينات برضه. يا جرافيك لا دي كانت بتحطه في الطبق وتحط لي رشه عليه جوز هند ومش عارف، لا كانت ده بتدلعني creative بصراحه. ده creative امي كانت بتكسل لانه بيتعب على البوتاجاز، بياخد وقت كتير بصراحه. بجد، امي كانت آه، بتكسل. لا وعارف انت كنت بحب ايه كمان؟ ودي حاجه من الحاجات اللي آه، انا اول ان شاء الله يعني لما انزل مصر اخلي امي تعملها لي، إمم، الكنافه المتحمره. كنافة اللي متحمّرة؟ هو أنا انا أعرفها هو انا كنافة هو انا بقول عادي. لك حلويات ما تعرفهاش ليه؟ ماشي. أنا باكل عادي الكنافة عادي اللي هي عند بص، الراجل أو مثلًا شفت بتتعمل انت عادي شفت بوزة الكنافه اللي بتيجي تجيبها بتبقى اللي هي طويله دي، بتبقى انها متاهه دي، عارفها؟ الكنافه العاديه. تمام. بتبقى معمولة كده اه الكنافه متلولوة، العاديه. تمام، انت بتجيب دي بقى وبتقعد تقطعها 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 تخليها حتت صغيره عامله زي البودره كده. ماشي، تمام، وتحمرها شويه زبده. إمم، تمام، وبعد كده بتحطها في القالب بتاعها عشان تاخد شكل يعني يبقى شكلها حلو. يا إمم، معلم ايه بقى، ينزل عليها بالعسل. خلينا كده نروح حاجات المحرجة بقى. آه، انت حصل لك حاجة فضايح زمان قصدك. فضايح حاجات محرجة كده؟ انت حصل لك ايه زمان احرجك من اهلك، من في المدرسة ايا كان؟ هو مش إحراج، هي كانت مصيبة حرفيًا، وكنت مش نيلت عارف ايه؟ كان إيه مصيري ساعتها. حاجة بسيطة يا اسطى بس مش أكتر يعني، حاجة بسيطة جدًا يعني. وأنا في المدرسة تمام، كنت غالبًا في 5 أو 6 ابتدائي، انا كنت أنا انا أنا كنت أنا أنا باكلها زي ما هي كده، ما بالطوبة بتحطليش اي ونشّلتها حاجة. على راس واحد، فتحتها له. برافو. طيب أنا مش هاتكلم ايه اللي تمام، حصل؟ لسبب عمل واحد، لك ايه عشان إن أنا هاقول لك ولا إن ده أنا قرار أكيد انت هاجوع خدته بسبب ولا اللي أنت عمل لك بتقوله، ايه يعني؟ انا جعان اوريدي. بس أنا مش كنا بنعمل إيه ما ردتش. ساعتها انا فاهمني، جعان مش والله، فاكر انا كنا عايز بنعمل اكل. إيه ساعتها. طب ف انا هقول لك موقف ماشي محرج طب برضه حصل لي. طيب بس انا قُل. كنت بجح قوي بجح قوي. إمم،
انا جات لي قبل كده، مش عارف ده في ستة امم ابتدائي ولا اولى اعدادي، مش عارف، بس جالي أمم. الشهادة. اه، ده آه، شهادة ايه بالظبط؟ شهادة اه، الامتحانات، شهادة 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 الامتحانات اللي بتاعت اخر السنة. تمام. ففي 3 مواد شايلهم. الله. ده تقريبا كانت شهادة نص السنة، مش اخر السنة. الترم الاول، ماشي. اه، عشان كده اللي انا عملته عدى يعني. تمام. اه، تمام. الحمد لله. الحمد انا لله ان برضو هو عدى. انا برضو بيجح قوي، مش عارف يعني بيجح والله. يعني مش اللي هو خدها على بقى الثلاث واروح مواد. واتأسف واخد العلقة وخلصت. امال ايه؟ لا، انا عادي مسكت قلم، رحت مصححها، رحت مشخبط على دي وحاططها مكان ناجح. يا نهار ازرق. والله وفاكر انها هتعدي، لا ورايح. يعني هم كانوا عندنا في المدرسة لو عملوا حاجة غلط، ودي انا لاحظتها وعشان كده انا عملت كده. تمام، دي انا اه، لاحظتها. هم كانوا مثلا ايه، هو في راسب وناجح ومش عارف ايه ومتميز والكلام ماشي. ده كله. ايوه، تمام. ايوه. فهم كانوا بيعلموا علامة اه، صح على الدرجة اللي انت خدتها، اذا كانت راسب او ناجح او متميز. ماشي. ناجح او متميز. ف... فحرفيا كانوا بيعلموا كده، ولو علموا بالغلط كانوا بيستخدموا كوريكتور. تمام. كانوا بيستخدموا كوريكتور ويعلموا الصح. ماشي. فانا قلت معاك كوريكتور يا ابني؟ معهوش. انا معايا كوريكتور معي. طب يلا، رحت أوه. مشخبط ومعلم. تمام. فانا اروح اديها أوه. لامي، تقول لي ايه ده، هو انت اللي عملت كده؟ لا مش انا. لا، مش انا، ما ده هما ما هم. بيشخبطوش كده، هما بيحطوا كوريكتور. قلت لها بقى ما انا عملت ايه، رحت سالتها، قلت لها هي ليه كده؟ قالت لي اصل الكوريكتور خلص. كوريكتور خلص اه في انا مدرسة؟ امي بقى مش تلم الموضوع وتسكت. لا، راحت واخده لابويا. الشهاده، لا مش لابوي، راحت واخده الشهاده وطلع على مدير المدرسه. قلت له هو عمل كده ولا ده مش عارف ايه. اللي هو ما تلمي الموضوع ده، ما نص السنه وستة ابتدائي ومش هنطلع مهندس بكره يعني، ما خلاص. يعني اللي هو فك الدنيا. لا تلمش الموضوع وتسكت طبعا. رايح بقى ايه، والله العظيم رحت رايح لقيت سامع صوتي في اسمي في الميكروفون. اه، واسمي ما حصل فيش واحد واحد تاني في المدرسة. انت واحد. هو ميز واحد فمعروف. في المدرسة كلها، في حاجة طين يعني. فانت تمام. معروف لا فعلا. مش يقولوا اه، محمد مثلا، فمحمد في مليون محمد، لا هو ميز، ما فيش غير ميتين. ماشي. ما فيش، يا هو ما باشا. فيش غير. مش عايز مم. تمام. تمام. طيب. فاللي هو ايه، آه. رحت رايح على مكتب المدير يا معلم، مم. ودخلت جوه. معرفش انا كنت بعمل ايه ساعتها، بس احنا كنا في الفسحه ساعتها، وكنت داخل مكتب المدير غرقان ميه. غرقان ميه. يعني عارف انت اللي كنت هو ساعتها كل مع حاجه مبلوله. كنت ساعتها مع والدتك. لا انا كنت في المدرسه عادي، واتفاجئت ان هي جت اصلا. تمام. اصلا. فداخل له، تمام. امي قاعده وهو قاعد، وانا لو عصرتني هنزل برميل. اه. فاهم، وداخل بقى بالمنظر ده، وده بيسمعني كلمتين ودي بتسمعني كلمتين، امي يعني احتراما ليها. كل واحد بيسمعني كلمتين، وانا واقف مبلول، اللي هو خلصوا يا جدعان، دي نص السنه عايز امشي. يعني يا جدعان، انا ستة ابتدائي بس خلقي ضيق اه فانجزوا معايا. والمدير ده اصلا السنه اللي بعدها تقريبا توفى، فخلاص يعني. انت دعيت عليه طيب ولا ايه؟ ما اعرفش، بس سمعت بعديها بسنه ان هو ما لقيتوش تاني، فما اعرفش راح فين. بس هو هو كان بس راجل كبير ده في جاب. السن. بس ده فدي جاب من اخره معاك. المواقف المحرجه، اللي انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، وعارف انت عايز الارض تنشق وتبلعني، اللي هو مم. وكلكم وقعدة البيت وانت بتشرح لامك عايز تقنعها ومش عارف. فاهم. عايز تنجح بأي شكل في الموضوع. اه فاهم، اللي مم. هو لو جات لي دلوقتي، انا دلوقتي سيلز فهعرف ابيع لها الموضوع، لكن زمان ما كنتش عارف. هي خلاص دلوقتي تمام، ماشي معاك تمام. هي فاهم. تمام دلوقتي يا حبيبي. طب طيب. خلينا نخش على حتة تانية كده. نخش على اه، حتة الحب بقى والاحاسيس والحاجة النيلة دي. ماشي. ما بلاش.
ما خلينا بلاش توجيع ده، خلينا ما والله بلاش. والله 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 ذكريات حلوه. ما بلاش يا ابني. طب انت ندخل. تفتكر الجوابات اللي كانت زمان دي بتكتبها تكتبوها لبعض؟ كتبت انت انا واحد فاكر من ان دول انا قبل كتبت. كده؟ اه، انا فاكر ان انا كتبتها على ورقة عادي. كان قد مش ايه؟ جواب، مش كان قد ايه؟ جواب. لا عادي، ورقة عادية، كانت بتاعت الكشكول. الكشكول اللي هو العادي، اللي هو المسطر دوت. كنت اه. بكتب فيه نص يعتبر فيها او حاجة زي كده، فاهمني؟ مم. فكتبتها، بس مش فاكر كان لمين الصراحة. بص هقول لك على حاجه، انا ما كنتش حرفيا، يعني انا مثلا قعدت في اول مثلا لحد تانية اعدادي ما كانش معايا تليفون. تمام، امم. لحد تانية اعدادي ما كانش معايا تليفون، امم. وهي كان معاها تليفون. طب ما ساعتها كان الفيسبوك بهزر. طلع، فمش عارفين نتواصل. مش عارفين نتواصل، اه. فجأة لقيتها جايبه لي ورقة. تمام. تمام. فانا قلت حاجة تبع المدرسة، ولا مش في دماغي انه جواب خالص. اه. وافتح اه. لك الورقة دي، احنا بنتكلم في الجواب 3 صفح. 3 صفح. 3 صفح. انا ما اعرفش انا كان فيا ايه، انا كان شكلي تين اصلا زمان، فما اعرفش انا كان فيا ايه كتب فيها 3 صفح يعني. ماشي. يعني هي اللي بدأت معاك وكتبت لك 3 صفح؟ او 3 صفح فلوسكاب. فلوس كاب كمان؟ مش كشكول، فلوسكاب. عادية؟ يا نهار تمام. ازرق. المشكله بقى ايه، انا عايز ارد الجميله يعني، فانا بقى عايز اكتب جواب انا كمان. كتبت نص ورق. اه، وانا ما بطيقش اكتب موضوع التعبير اصلا. تمام. لا والله انا ما والله بعرفش رحت كاتب الموضوع في ده. نوتة. رحت كاتب في نوتة. اه. لقيت الصفحة لسه كبيرة وانا خلصت. اه. اه والله. فرحت عامل ايه، رحت قاطع الورقة اللي هو عشان تبان ان هي خلصت هنا. يا نهار ازرق. اه والله. لا، هقول لك بقى على البنت حاجة تانية كانت عندي. مكبوته. البنت كانت مكبوته وانت مفيش. لا، انا في الحاجات دي لا. لجوه. اه، اللي هو لجوه ما بتعرفش. اتصلي بيا احسن. يعني قولي لي هديك ما ما رقم ما البيت مثلا، يعني اديني رقم البيت فاهم لكن نقعد نكتب ومش عارف، ما بطيقش اكتب رسالة على التليفون دلوقتي. عندي سؤال الرياكشن بتاعها كان ازاي بعد كده؟ والله والله اللي انا فاكره ان هي اتبسطت يعني. فاهم؟ ما في دام نص اتبسطت ورقه. وعدت خلصت. بس اقول لك على حاجة انا ما بحبها تقولش بقى في ان الوقت يمكن الفترة دي والله. يموت. يعني انا حرفيا احمد لحد ربنا. دلوقتي لسه موجودة في مصر في كتاب امم. لسه محطوط فيه وردة كانت هي جايباها لي. دي بقى امم. حتة رومانسية، دي بقى عارف. سلام. عارف انت. سلام. حاطط الوردة ورحت حاططها في الكتاب وكابسها كده. فالوردة اصلا بقت عاملة علامة في الكتاب، والوردة البي لسه بقى موجودة. عمل ايه؟ انا عملت ايه؟ البي عمل. اه. ما اعرفش والله، ما فاكر، بس انا ما فاكرش ان انا عملت حاجة. طبعا. انا بقول لك يا اسطى، انت لجوه مش لبره، مفيش اي حاجه لبره اه، ابدا. يعني هي تقريبا يا ابني انت فضلت. حتى دلوقتي ما زلت انت اصلا مميز نفس الموضوع. انت ما زلت في الموضوع دوت كده. اه اللي ما هو لا ما فيش بره. الدنيا حلوة. الدنيا عادي، ان انا بتعامل معاك ان احنا اصحاب اصلا، اه والله. مش احنا غلط، مش حب، مش فضلنا نيل. كده. احنا فضلنا كده تقريبا لحد ما انا جبت تليفون. كله رسايل اه لا، وشجر بقى. رسايل ايه، كانت بتبعت رسايل ما بردش، اتصلي بيا. كمان. اه، اللي هو اصل انا ما بطيقش الرسائل الكبيرة او الفويس ريكوردات زي حضرتك. ما فيش حد يبعت ريكورد 5 دقايق ما فيش. يا باشا ببعت لك القصيده اللي انا عايز اقولها لك يا عم، الله. طب ما يا مايز، يلا خش كول، يلا نشتغل، يلا انا نعمل حاجة. ليه بقول لك، ليه ببعت لك كده؟ تمام، انا ببعت لك علشان خاطر اسمعوا مثلا اكنك بتسمع اغنيه، وبعد كده تبقى ترد عليا، او تبقى تفتكر ترد عليا في مكالمه مثلا لما احنا نتكلم. بس على الاقل افتكر ايه اللي انا كنت عايزه في وقتها، فاهمني؟ فانا لا بسجل اللي انا عايزه في وقتها لا يا اسطى. عشان انا كمان ما انساش، لا يا اسطى. فاهمني؟
ومشي الدنيا وما تحرجنيش، بدل ما هو ده هيبقى اكتر ممكن فعلا احرجني. تمام. كتير كتير، انت منزل تراك ما فيش. يا عم عادي يا عم، تراك تراك يا عم، تراك تراك يابا، صوتي حلو وجميل بلا نيلة. احنا بنحاول نقول كده، احنا بنقول كده بس عشان ايه؟ بنضحك على نفسنا بيه. طيب، طب طيب اقول لك خلينا على حاجه. نرجع لايام. خلينا نرجع لايام زمان، عشان احنا كده بنروح في حته تانيه مش حلوه خالص. طيب، طب كفايه حركيه. انت زمان ايام المدرسه، البنت اللي انت كنت معاها، او بالعاميه الحته بتاعتك يعني، كنت ايوه الحته بتكلمها. بتاعتي. كنت بتكلمها في البيت ازاي؟ يعني كنت بتتكلم بصوت واطي، بتستخبى تحت البطانيه، كان ايه قصتها؟ لا كنا بنتكلم بعد الساعه 12. اللي هو البيت كله نايم. لا ده كان تليفون عادي، تليفون عادي كان معايا. اه. بس ما كانش في ابتدائي، كان في الاغلب، ابتدائي داخل على اعدادي في الاغلب. ده كان اول حب اصلا، فاهم كان في قصدي. ابتدائي اعدادي فاهمني، يعني غالبا كان 5 ابتدائي او لغاية تانية ابتدائي، تانية اعدادي كتير أوي. فاهمني. هو أنا بدأت في ف 5 برضه، بس أنا نهيتها بعد ما سبت المدرسة. لا المهم. ما انت سبت المدرسة امتى؟ أنا سبت سبت المدرسة المدرسة انت امتى؟ أنا سبت المدرسة في تانية ثانوي 2018. طب الموضوع انت ما خلص انت كده تقريبا كتير أول 2020. طب ما انت كده الموضوع خلص بتاعها. طب ما انت يعني كده كتير، ده ما انت كتير، كده 10 كتير. سنين ولا حاجة، كتير كتير قوي. ما ايه يا اسطى؟ 10 ايه يا سنين اسطى من وتقول؟ حياتي ما أعرفش. يا اسطى ده انا قليل. أنا عادي يعني، يا بس اسطى انا بالظبط 5 6 اولى تانية. ايه؟ ده كان فراغ ده. 4 سنين، 4 سنين او 5 سنين كمان لتالتة اعدادي لا، هقول فاهمني. لك انا حاجه بمناسبه المكالمات دي في البيت. امم. انا كان امي وابويا واختي عارفين، فبالنسبه لي عادي، عادي ان انا اتكلم امم. في نص اليوم عادي. تمام. كان مثلا في البيت عندي كورنر كده كان بتاعي. امم. تمام. كانت تلاقي اللوحات كلها فيه، مش عارف ايه، الكمبيوتر فيه. كان الكورنر. انا كنت قاعد في الكورنر ده، عارفين زي ما انا قاعد كده، وبتكلم في امم. التليفون ومتنحنح قوي. اه. وبتكلم بصوت واطي ايوه ايوه. برضو، مش عشان بخبي حاجة، بس كسوف. لا بس عشان ايه؟ انا مش عايز حد يسمعني، عشان اه. انا مش عايزهم يحرجوني يقولوا لي ايه اه. ده بيضه انت بتتكلم. كده. وبص، انا قاعد كده وبلف كده والاقي وشه. ايام المصروف. انت مصروفك في المدرسة كان كام يا بيشو؟ في المدرسه لا ما امم كانش ليا حاجه معينه، كان جنيه 2 جنيه يعني 3 جنيه 5 جنيه. اللي موجود. يعني فاهمني. اه. اللي هو ان انا مثلا محتاج، او انا مثلا هروح بعد المدرسه مثلا درس مثلا، فلازم اخد عشان لو هجيب لي اكل مثلا وانا راجع مش عارف وانا رايح. لا، في الاغلب كان خمسة جنيه ضربت على فلوس الدروس قبل كده. اه. انا انا المرة الوحيدة يعني، والله العظيم اه. انا كنت بضرب على الفلوس دي، انا يعني ضربت بجد يعني، قلت اجرب في حصتين اضرب على الفلوس وما اروحش واشوف ايه اللي هيحصل. ضربت على الفلوس وما رحتش حصتين. فجأة في حصتين بقى معايا 500 جنيه. قلت ايه ده فيها فلوس حلوة. اه. استنى بقى لما اخد درس تاني بقى ولا حاجه. اه، فبقيت بضرب كتير، فبقيت اللي هو بضرب، اللي هو الحصة دي مش عايزها، يلا. أصلاً. اه والله، ففجأة بقيت معايا فلوس حلوة. فقلت ايه ده، لا ده بيزنس حلو. واقول ده ده لماما. ده حاجه. اه، وتبتدي تقول لابوك بقى مش عارف إيه، لا اصل احنا في ملازم. امم. عايزين نجيب اه. الملازم. فاهم. اه. فتاخد من ابوك مثلا 50 جنيه، وتروح تصورها من واحد صاحبك ب20، يبقى معاك 30. فاهم. فكان في بيزنس بيحصل. لا بس انا في عندي برضك اوقات كانت لا ما ينفعش ان هي تتعمل، ما ينفعش ان انا اخد الفلوس مثلا من الحاجه ديت. ليه؟ عشان امم اغلبيه الدروس كانت عندي، يعني انا كان في وقت معين كنت بقدر ان انا اخدها ديت، كانت المجموعات، المجموعات بتاعت المدرسه.
تمام، اه اللي المجموعة في بتاعت الدراسة. المدرسة دي اه عارف. تمام، فديت اللي كنت ممكن اخد منها مثلا فلوس، كنت عادي من الدرس او من المجموعة ديت، كنت عادي ممكن اخدها. لكن في دروس بقى بره المدرسة، ده اللي كانت لازم بتدفع يا اما بالشهر، تمام، يا اما بالاسبوع، اها. ما بتدفعش بالحصة. اه لا دي كانت عندنا فاهمني؟ بالحصة. ف وفي دروس فعلا كانت تانية بالحصة. مم. بس ساعتها كنت انا بقى كنت بقى فاهمني، يعني انا خلاص بقى انا عايز مثلا الفلوس بتاعت الحصة ديت، خلاص بقى امشي انا بقى. وفي الاخر حوار بس ان الدروس، تمام، كنت اللي انا بكت منها كانت دروس حرفيا المدرس مثلا ما كنتش بعمل الواجب مثلا في الوقت دوت مش عارف ايه، انا بكت السبب فاهمني، مش بكت عشان انا عايز اكت، مم. يعني او بزوغ عشان انا مثلا انا عايز ازوغ، لا، انا بزوغ عشان في سبب، مثلا لو انا مش عايز اروح، انا كان فاهمني، نفسي مثلا كان مخنوق نفسي من في ايام المدرس، المدرسة يبقى في فاهم؟ شات جي بي تي. كان نفسي. مثلا. لا بس اه. تصدق، على فكرة يعني لو هنتكلم في النقطة ديت، تمام، ان شات جي بي تي لما جه وظهر طب انت واي حاجة الكترونية اه دلوقتي عايز تقول حاجة؟ بقت لا لا بنستعملها لا لا، يعني للأسوأ، كانت مش كانت اللي انا هقوله ان هو، هو بص تمام، انا يعني معاك. انا معاك ان في ناس كتير قوي بقت حياتها كلها متوقفة على شات جي بي تي، دراستها متوقفة على شات جي بي تي. فاهم؟ بالظبط. لو بيكتبوا كودينج او حاجة برضو شات جي بي تي. فالموضوع ده بالنسبة لي انا شايف، يعني انا لما كنت يلغي بستعمله في استراتيجيات العقل. الماركتينج، كنت حرفيا مم. اللي هو ايه، انا دماغي واقفة فانا عايز افكار، لكن انا اللي مم. هعمل الشغل. فاهم؟ لا هو دلوقتي بقى بيلغي العقل، اه فانا مش حابب بقى ده. بيلغي الفكرة. انا بصراحة مش بالظبط. حابب ده. خلينا نرجع لموضوعنا. مم. موضوع المصروف وكده. تفتكر انت اول حاجة حوشت لها من مصروفك جبت بيها ايه؟ اول حاجة كانت، لا ما افتكرش، انا كنت بحوش عشان مثلا خروجه. انا كنت بعملها كده، أنا كنت بعمل كده برضه. انا كنت بحوش عارف عشان انت خروجة اخر يوم امتحان دي. بالظبط نفس اه. الحوار، فاهمني، خروجه مثلا او مثلا خروجه العيد، فسحه العيد مثلا او كده، اه فاهمني، كان فكان لازم يبقى معايا فلوس كان في لازم يبقى العيد في مثلا، فلوس، بالذات لو يبقى مرتبط لازم، كمان بيبقى الموضوع او خروجه مثلا بتاعت مريح. ايه اخر الامتحانات مثلا. اه. ففي كده وفي كده الصراحه، وفي اوقات لا ما كانش بيبقى معايا فلوس اصلا عشان خاطر احوشها، فاهمني، انت عارف انا عادي. جبت ايه باول مصروف حوشته؟ مم. موبايل جي تايد. ده حلو ده. غسالة. ايوه موبايل ده اللي هو. نتن. مم. موبايل بس عارف انت. حلو ان انت حاجه. هو بص انا حلو. عارفين، عارف انت اللي قعدت احوش 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 فجأة بقى 500 جنيه، فرحان بيهم قوي. فاهم اللي هو 500 جنيه على بعض. الجنيه دوت كام يا اسطى؟ احنا بنتكلم مثلا جي تايد ده انا جبته 2012 2013. يا لهوي، بس برضك ده كده برضك من 10 سنين قريب برضك، او اه من تقريبا. 13، اه تقريبا يعني. من 13 سنة بعد فقريب برضه. بعد بعد ايام الثورة والكلام ده كله. م-م. يعني فاهم اللي لا هو بس كان ساعتها فعلا 15 جنيه فعلا يجيبوا موبايل، 15 جنيه و ايه، 500 جنيه. 500 جنيه قصدي يجيبوا 15 موبايل، جنيه ايه اللي 15 يجيبوا جنيه موبايل دول؟ ده يجيبوا نمرة، يجيبوا يا نمرة. ده انا كده رجعت قوي، انت كده انا رجعت كده قوي. رجعت قوي. لا انت عارف، انت عارف اللي احنا لو رجعنا قوي فعلا، احنا اول لما الموبايلات طلعت كانت غالية قوي، كانت بالرنج اللي والخطوط انا كانت لسه. غالية قوي برضه. يعني مش عارف كان ايوه تقريبا الموبايل ساعتها مثلا اول لما الموبايلات طلعت في مصر، مش عارف كان داخل في 300 ولا 400 جنيه، مش فاكر، بس حد قال لي رقم قبل كده بس مش فاكر. بس الموبايلات كانت غالية والخطوط كانت غالية كمان. دلوقتي الموضوع يعني، بس لا الموبايلات الكويسة دلوقتي في هو مصر داخلة في رينج متخلف. هو الموبايلات دلوقتي مهم. يا باشا كفاية الايفون اللي داخل في 55 ألف دوت، ولا مش عارف كام ألف، لا لا مش. يعني انت كفاية لا انت الحاجات شفت الجميلة. الجديد عامل كام؟ عامل كام يا قلبي؟ 100 وحاجة. 100 وحاجة والله.
ده ما كويس ان انا ما بهزرش. شفتوش. والله عامل 100 ده وحاجة، اللي هو كويس اللي ان هو انا ما عندي انا شفتوش. هنا اصلا مش عارف اجيبه، عندي هنا برضو غالي يعني هو تقريبا داخل في نفس الرينج، يمكن هنا ارخص. يعني هنا مش عارف، ما اكيد عندك ارخص عشان هنا انتوا عامل كلكم اصلا تقريبا ايفون. 1300. 1300 بالسعر دلوقتي يعني مثلا 60000. 1800. 60000 جنيه. 60000 60000 جنيه جنيه اه. مثلا. لكن هو معدي في مصر أوي، داخل في 100 وحاجة. علشان بيجي من بره. طب مفيش في مصر. خلينا نرجع لموضوعنا في حتة ايه، لبس العيد يا معلم. كنت بتعمل ايه في لبس العيد؟ لا انا عايز اسمعك انت بقى الاول بقى. ماشي انا. ليش بقى يا باشا؟ بص انا هقولك على السنة اللي اللبس اللي انا جبته كان اسوأ لبس واسوأ فترة في حياتي. بص ده انا حرفيا ما افتكرش. قررت او افتكر. اقول لك ها. قررت ان انا اقول لامي ما مم. تجيبليش لبس العيد، اديني الفلوس وانا هنزل العيد. الله. عارف انت بقى نزلت جبت ايه؟ دي كانت فترة اه. السرسجة في حياتي. مم. تمام. نزلت جبت بنطلون مقطع كتير قوي قوي، وجزمة لونها برتقاني فاقع قوي. ده كان سنة كام دوت؟ بس عشان ابقى معاك في السن. 2016. 2016 يعني كان ماشي. عندك حوالي مثلا 13 سنة لا او 13 14 ايه، سنة. 15 حاجة كده. كان 15 سنة 14 تقريبا. سنة. 15 سنة حاجة كده، يا فالمهم ابني من نزلت. 2000. 2000 وكام؟ 2001. 2001 يبقى 14 سنة. 14. 14 سنة 15 سنة. بس فالمهم نزلت جبت الجزمة دي والبنطلون انت قلت المقطع الكتير قوي. 2016 صح؟ 2016 2015 صح؟ اه 2016 2015 في الرينج ده. يبقى اه ماشي. تمام. 14 15. اه امم. بالظبط. ف... فالمهم جبت البنطلون والجزمة دي يا معلم، وجبت تيشيرت طويل لحد الركبة، مش اوفر سايز، هو طويل سايز، طويل بس. تمام. ومن ايوه اللي هو بيمشي معاك جوه الجزمة كمان اه فاهم. فاهم. ومن تحت، من تحت في التيشيرت مقطع معرفش ليه. يا نهار ومن ازرق. هنا في كلام كتير قوي ما قريتوش حتى. اه. في فاهم. الاخر تلاقي شتايم. اه كلام كتير قوي بالابيض كده، ما اعرفش، ما اعرفش ايه اللي مكتوب. ونزلت جبت سماعه البيتس اول لما طلعت، السماعه اللي هي امم. البيتس البلوتوث دي، وبقيت بقى اه. شايلها كده وماشي كده، ده انت وفخور عيل بنفسي سرسجة قوي. ده. وابتديت بقى كل لما تيجي تتصور يا معلم تروح عامل للكاميرا كده وكده. حاجات غريبة. يا على الجيل ده. ياه. وحاجات غريبة. بص أنا قعدت في الفترة دي سنة مم. ما رجعتش تاني للمنظر العرق. لا انا ما رحت لهوش اصلا. لا انا فاكر أنا ان انا اتسحلت في لحد الحتة دي دلوقتي حبة. اميز. لا 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 انا لحد دلوقتي اميز ما بحبش حاجه مقطعه. المقطع يبقى تحتيه البادج مثلا او حاجه مداريه اصلا البتاع دوت. ومش مقطع مقطع. امم. مقطع اللي هو شرط بس شرط حاجات خفيفه قوي يعني المسافه قد كده مثلا. اللي هو مفيش. لا أنا دلوقتي ومشرشر ما مشرشر بعرفش. والشرشرة بتاعته كده. يعني أنا دلوقتي يا إما بلبس بنطلون جينز عادي جدا، يا إما بلبس اللي هي السويت بانس دي اللي هي الحاجات لا انا. الخفيفة دي. انا دلوقتي بقيت اللبس بتاعي. أنت ستايلك كول طب سنتر. بمناسبة صح بمناسبة اللبس صح. تعالى نتكلم شوية عن الفرق ما بين اللبس دلوقتي ولبس مثلا من 5 سنين ولبس مثلا من 10 سنين ولبس مثلا من 15 سنة. لبس مثلا من 20 سنة ومن امم. 25 سنة اللي هو ألفينات فاهمني كده. امم. فاللبس مثلا دلوقتي بالنسبة مثلا لمصر دلوقتي ايه رأيك في اللبس بتاع دلوقتي؟ هقول لك، موضة مثلا الاوفر سايز اللي انا ما بحبهاش. امم. تمام. يعني انا انا من محبي اللبس الاوفر سايز، بس مش معنى ان انا البس اوفر سايز معنى ان انا ما كنتش باين من اللي انا لابسه. الموضوع ده بصراحة بينرفزني. لا ازاي؟ لا ازاي معلش. هقول لك على حاجة، يعني انا ممكن البس حاجة
وواسعة إمم، عليا، او مثلا ايه، انا بجيب التيشيرت مثلا انا تمام. جايبه مقاسي ميديوم، إمم، بس انا لما إمم، باجي البس التيشيرت باين ان هو واسع عليا بس هو ميديوم. ليه؟ عشان هو اوفر سايز، فهتلاقيه واخد شكل جسمك بس في نفس الوقت مش مش مرهرط عليك. فاهم قصدي؟ تمام. تيجي بقى يا معلم تروح للناس اللي بيلبسوا اوفر سايز، بالذات العيال اللي شبه بعض دول. اه اللي هم هو بيروح يجيب مثلا، رابين كل حاجة حرفيًا. بيروح يجيب حاجة مثلا اوفر سايز بس في مقاس اصلا مش مقاسه، إمم، فلما بيجي يلبسها بيبقى واقع جواها. يا ابني انت اصلا اكس سمول يعني، متروحش تجيب لي لارج تقول لي اوفر سايز. ده مش آه، اوفر سايز، ده فشخ سايز. إمم، فاهم؟ صح. ففي حاجات كده ما بفهمهاش. تيجي بقى زمان في موضة نزلت كده، مش عارف تفتكرها ولا لأ، اللي هو تبين حتة من البوكسر. لسه كنت هاكلمك، اللي هو حرفيًا بيسقط البنطلون، والبنطلون أصلًا يعني ليه؟ ليه اه، اللي كده؟ هو لازم تبين ماركة البوكسر. ليه بقى؟ ليه بقى؟ اه ليه يا بقى. اسطى كانوا بيعملوا كده؟ انا اتسحلت فيها شهر تقريبا. وبعد كده ما لأ، قلت ايه القرف الحمد لله ده. ما اتسحلتش. أنا الحمد لله ما اتسحلتش فيها، بس لا ليه؟ ما اعرفش، بس هي كانت طالعة. ما اعرفش ما اعرفش كان مين مطلع البتاع دي، بس كوتونيل ولا ما اعرفش مين اللي كان مطلع البتاع دي. بس في حد كان في طلعت فترة، ما هي اعرفش. ترند، ضربت ترند. اه هي على ضربت فكرة ترند أغلبية وراحت. الموضات اللي بتحصل دلوقتي هي ترندات، بس ترندات مثلا فيديوهات ناس عملتها في افلام، في مش عارف في ايه، طب انا هقول لك على حاجة في بمناسبة فيديوهات الافلام. مثلا او حاجة. هقول لك على حاجة بمناسبة الافلام. مم. فاكر القميص والجزمة بتوع هيبتا؟ اه، فاكر القميص الاحمر في اسود ده ايوه ايوه والجزمة؟ ايوه ايوه تمام. ايوه، الناس كتيرة جدا جابته. اه كتيرة جدا. وطلعت برضو الجزمة الاديداس اللي هي البيضة دي، اللي فيها اه. 3 شرط من جنب، طلعت فترة بقت كل الناس لابساها. امم. معرفش ليه، لدرجة عارف انت اللي هو ايه، انا عايز اجيب الجزمة، الناس كلها جايباها جبت الجزمة، كرهت ان انا جبت حاجة بيضة. من ساعتها ما بجيبش جزم بيضة. من ساعة تقريبا الموقف ده وانا اي ترند بيطلع ما بجيبش حاجة. يعني لو مادام ترند مش هجيب. مدام ترند فعلا حتى لو هجيب حلو. خلاص. فبجد يا جماعة، بجد ايام زمان كانت حلوة جدا، نقية جدا. كان الحاجة فيها كانت بت تحس بقيمتها غير دلوقتي خالص. ده حقيقي. فأنا أتمنى إن احنا نكون نلنا إعجابكم، اتبسطتوا معانا شوية دول. آه، ونشوفكم إن شاء الله كده على الحلقة اللي جاية. استنونا كده في الحلقة الجاية، اللي هي لسه مش عارفين هتكون إمتى، بس إن شاء الله قريب. ان شاء إن الله. شاء الله قريب. ماشي. هنقول بقى حتة اللايك والشير والكلام ده، عشان بصراحة بتخنق من الحاجات دي، فلو عايز تقولها لا أنا قولها مش ماشي. بحب، لا أقولها، لا ما بقولهاش اللي يعني عايز يعمل يعمل، الشباب. مش عايز يعمل اقفل متتفرجش علينا تاني. يعني بالظبط يعني، احنا عشان بنحبكم وانتوا بتحبونا فانت تعملوا كده اه عادي فاللي هو يعني. اللي عايز يعمل اللي عايز يعمل